شكرا لزميل جواد بودة، والف مبروك للمغرب ولكل العرب هذا الانتصار الثمين على المنتخب البلجيكي الثاني في التصنيف العالمي. هدفان مقابل لا شيء للمغرب من هذا اللاعب عبد الحميد صابري، وايضا من زكريا بوخلال في الدقيقتين 73 و92 بصناعة من حكيم زياش رجل المباراة، في مباراة عانى فيها المنتخب المغربي من بعض سوء الحظ بتبديل اضطراري للحارس ياسين بونو قبل انطلاق المباراة، واشتراك منير محمد الذي قدم مباراة جيدة وحافظ على شباكه نظيفة. ايضا خروج اشرف حكيمي ربما ايضا لمعاناة عضلية، لكن المباراة كانت في اجواء عربية مغربية كاملة. ملعب ثمامة هنا في قطر سيطر عليه الجمهور المغربي، وارض الملعب سيطر عليها المنتخب المغربي. الف مبروك يوسف شيبو، انتصار مستحق وجدير للمنتخب المغربي الذي لعب كما يجب وعرف كيف يغنم النقاط الثلاث. اول شيء الحمد لله وشكر لله، نتيجه اظن اكثر من رائعه. نعم. اداء كان ممتاز خصوصا الشوط الثاني. الشوط الاول كان هناك صحيح تحفظ، لكن الشوط الثاني شاهدنا الفريق بدا يخرج في المرتدات، بدا يصل الى المرمى، خلق فرص كثيره مع تغييرات المدرب. كذلك مدرب قراءته جيده، وليد الركراعي قراءته للمباراه مع تغييراته غيرت المباراه بشكل كامل، مع دخول الصابيري ودخول بوخلال. الصابيري كان وراء الهدف من كره ثابته. نعم. من ثم اعتمدنا على المرتدات جاء الهدف الثاني عن طريق بوخلال. وفي اعتقادي تعامل المدرب مع المباراه كان ذكي جدا، يعني بعد تسجيل الهدف اقحى مدافع اخر اصبحنا نلعب 5 مدافعين، 3 في عمق الملعب في عمق الدفاع مع لاعبين الاطراف 5 مدافعين، والان 4-1 نعتمد اكثر شيء على المرتدات وسجل الهدف الثاني. مبروك المغرب، مبروك للاعبين على الاداء القوي والرجولي، ومبروك اكثر لهذا الجمهور الذي كان احد وراء اسباب فوز المغرب اليوم بتشجيعاته. نعم. ومساندته للمنتخب طيله المباراه من اول دقيقه الى اخر دقيقه. نعم. نتمنى ان شاء الله هذه تكون بدايه جيده كذلك، وتكون تعطينا حافز وتعطينا ثقه اكثر في المباريات المقبله ان شاء الله. ونبقى دائما على تركيز، انا لا زالت البطوله طويله ان شاء الله، ونحسم التاهل هو الاهم، هو الدور المقبل ان شاء الله. نعم. وائل، شيء كبير ان منتخب المغرب امام ثاني العالم وثالث العالم، امام ثاني التصنيف العالمي، يتعادل في المباراه الاولى، يفوز في الثانيه ويحافظ على شباكه النظيفه، ويتصدر هذه المجموعه الان ويصبح قاب قوسين او ادنى من الدور ثمن النهائي. اداء كبير من المنتخب المغربي يا ايمن في المباراه اللي فاتت ومباراه النهارده. ونرجع تاني لنقطه التصنيف، وقلت لك التصنيف قبل المباراه لا يعني ولا يعكس قيمه المنتخبين، والباندا ينطبق عليه كذب المنجمون بالظبط. فالمنتخب المغربي بصراحه يستحق الثناء ويستحق الشكر ويستحق التقدير، واللي يستحق التقدير اكتر الجمهور المغربي اللي حاضر. نعم. في الملعب ومال الملعب كانه بيلعب في الدار البيضاء بالظبط. نعم. فاداء كبير جدا من المنتخب النهارده، تعامل ممتاز من وليد الركراعي. النقطة الأهم التوفيق كان في الهدفين اللي أحرزهم، التوفيق في التغييرات اللي عملها وليد. أكتر من نقطة فنية اتعملت بشكل جيد، تعامل مع التغييرات وتوقيت التغييرات بشكل أكتر من ممتاز. لما سجل الهدف لعب بخماسي في الدفاع عشان الكرات العالية، نزل جواد اليمين ونزل عطية الله اللي برضو للمباراة الثانية بيقدم أداء جيد جدا في الناحية الشمال. إنما انتصار مهم جدا، وانتصار في وقته يأكد قوة المنتخب المغربي إن شاء الله، ويديله دوافع في المرحلة اللي جاية. نعم. حاتم، كما قطر تألقت في تنظيم كأس عالم ناجحة، استفادت المنتخبات العربية من اللعب في قطر على أرض عربية وكانها تلعب على أرضها وبين جمهورها. شاهدنا انتصار المنتخب السعودي على الأرجنتين في سابق الأيام، وشاهدنا اليوم يوم آخر من أيام العرب في هذه البطولة المغرب ينتصر على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، نتيجة كبيرة وأداء كبير. أكيد مبروك شيكو، ومبروك للجماهير المغربي خاصة والجماهير العربية اللي ساندت المنتخب المغربي وتساند كل المنتخبات الموجودة العربية الموجودة في الدوحة. حقيقة أداء أكثر من مقنع. شوط أول كان فيه المنتخب المغربي تكتيكيا واقف بشكل جيد، كذلك حافظ انه لا يقبل اهداف. نوعا ما تكلمنا انه في تحفظ على المنتخب المغربي، لديه الامكانيات للذهاب الى الامام. احنا تشخيصنا المنتخب المغربي والمنتخب البلجيكي قبل المباراه لم ياتي من فراغ، لانه احنا تابعنا المنتخب البلجيكي انه ليس هذا بلجيكا 2018، ليس هذا بلجيكا المنتخب الذي لا يخرج. وكذلك انه لما نتكلم عن المنتخب المغربي افضل منتخب عربي موجود الان في الدوحه.
نشاهد سلام اشرف حكيم على السيده والدته اكيد وقبل راسها حتى الصابري مع حكيمي حقيقه حتى في امضائه مع تشيلسي كانت موجوده معه والدته معنا، فاكيد اتمنى له ان كاس العالم هذه تكون فارقه بالنسبه لحكيمي، ان تكون له تغيير الاجواء التي يعيشها في تشيلسي لانه اجواء سلبيه. تألق زياش، نتكلم على زياش تألق زياش هنا طبعا جماهير المغربيه في الدار البيضاء. هذه في حديقة الملاعب أيضا في الدوحة، في منطقة المشجعين الجماهير المغربية، في ملعب الثمامة، أكيد في الدار البيضاء، أكيد في بروكسل، في كل مكان الجمهور المغربي سعيد بهذا الانتصار بهذا التقدم. من حقه أن يسعد بهذا الانتصار بهذا التقدم، انتصار مقنع، انتصار تسجيله الهدفين، تألق زياش حقيقة، والتغييرات اللي كانت أكثر من ممتازة بالنسبة للركراكي. وأنا دائما تكلمت على الركراكي أنه مدرب تكتيكي بامتياز، صحيح أنه متحفظ قليلا، هذا لا أحد يشك في هذا، لكن كذلك المنتخب المغربي لديه طابع على المستوى الدفاعي، يدافع بشكل جيد امام منتخبات قويه. نعم. كان المنتخبات تضم عناصر وهجوم 3 قوي ساعات او اكثر من اللعب امام كرواتيا وبلجيكا والشباك نظيف بدون شك، لكن احنا نتكلم لانه نعلم ان المنتخب المغربي لديه امكانيات عاليه، ولا شاهدنا التغييرات. نعم. دخول الذي من صنع الفارق بوخلال وكذلك صبير وكذلك حمد الله، نتمنى ندخل اكثر يعني دكه احتياط على مستوى عالي. نعم. ونعلم انه هذا المنتخب قادر يذهب بعيد، ولما نتكلم نقول المنتخب المغربي افضل منتخب عربي وكذلك من افضل المنتخبات الافريقيه، مع احنا لا نجامل، احنا نتكلم لانه نعرف الامكانيات الموجوده لدى المغرب، وهذا انتصار باقتناع على بلجيكا، وارى انه قادر الان بعد هذا الانتصار معنويات من حقهم ان يفرحوا المنتخب مع جماهيرهم، ثم التركيز على المباراه القادمه التي ستكون كذلك مفصليه وحاسمه. إذا هنا منطقة المشجعين في الدار البيضاء، الجماهير المغربية أكيد سعيدة، في كل مكان المغاربة سعداء والعرب سعداء بهذا الانتصار المغربي، انتصار للكرة المغربية، انتصار للكرة العربية، وانتصار للكرة الأفريقية في مواجهة منتخب أوروبي قوي مصنف بين الأوائل في العالم وهو ثالث البطولة السابقة، وبالتالي يضم نجوم على مستوى كبير. هنا في بروكسل في قلب بلجيكا المغاربة يحتفلون بهذا الانتصار، بهذا الفوز، بهذا التفوق الذي وضع المغرب على قمة المجموعة، طبعا يعني على قمة المجموعة الرابعة أو يعني أيضا أو السادسة على مقربة من الدور ثمن النهائي. المنتخب المغربي أمام مباراة أخيرة أمام منتخب كندا، وكما يعني قال الزملاء يوسف اليوم نحتفل بهذا الانتصار الكبير والثمين والمفرح، وغدا يبدأ التركيز على المباراة الأخيرة أمام كندا، لأنه يجب أن يتجنب فيها الخسارة لكي يتأهل إلى الدور الثالث. صحيح، أظن والفوز طبعا يبقى في الصدارة، يعني يبقى في الصدارة صحيح، بالانتظار طبعا نتيجة كندا مع كرواتيا الثاني يفتح له الأبواب التأهل، وهذا هو الهدف كما قلت لك دائما. الهدف هو التأهل ليس تقديم مستوى. صحيح أنه ما شاهدناش مستوى كبير، لكن تكتيكيا فريق لكن في شيء مقنع اكيد، لانه مقنع، لانه شوف كل مدرب عنده حسابات، وكل مدرب عنده اسلوب طريقه لعبه، يلعب بالخصم ضد الخصم او المنافس بطريقه وباسلوب معين. اليوم عنده الهدف الاول انه لا يستقبل اهداف، ومن ثم مباغته نجح في الهدف الاول وهو عدم استقبال اهداف. في المباراتين اخذ نقطه من المرشح الاول للصعود هي كرواتيا في هذه المجموعه. المباراه اليوم لعب نفس الاسلوب نفس الطريقه، لكن مع ربما جرأة بعض الشيء في الشوط الثاني في الخروج في المرتدات. شاهد اصبح الفريق يلعب شويه بضغط عالي اكثر مع بوفال قبل ما يخرج، قدم شوط ثاني مفرد. صوتك في الراس